واحد من المريدين في بلد عربي لن اذكر طبعا، قال يا شيخ انا كان عندي مشكلة وهقول لك على حلها. قال تفضل. قال انا تزوجت زوجة مرتبطة جدا جدا بأبيها، وبيني وبين المدينة اللي يسكن فيها الأب 1200 كيلو متر مسافة. إذا مرض الأب في الشمال بنته زوجة الأخ ده تقوم من النوم مريضة عامل زي التوأم، تقول له أبويا عايز أسأل عليه، تسأل عنه تلاقيه إيه؟ مريض. أبوها يغتم في الشمال، تلاقي نفسها صدرها ضيق في الجنوب. مرت الأيام على هذا المنوال، حب أبوها حبا جما. أصهاره رفعوا سماعة الهاتف يا أبو فلان، أبو زوجتك البقاء لله، عليك تبلغ الزوجة مع السلامة. قال يا الله، ده مجرد يمرض بس هي بتمرضني معها ويهتم أنا. طب أعمل إيه؟ قال لها مالكيش رغبة نزور الوالد؟ قالت يا ريت. قال يا مولانا لقيت في 5 دقائق الحقيبة في الشنطة السيارة وقاعدة جنبي، توكل على الله. توكلنا على الله. وبعدين في الطريق سمعت ايه؟ قلت لها ايه؟ قلت لها المعلومة، تبقى مصيبة كارثة، اعمل ايه؟ قال لها يا ام فلان احنا متزوجين من كام سنة؟ قالت له متزوجين من 27 سنة. قال لها انت عمرك شفت مني خطأ ما او تعدي على الحدود؟ قالت له ابدا يا ربنا يبارك فيك. قال لها والله انا للاسف عايز انبئك، انا نويت اتزوج عليك. لا الا دي، الا هذا كله هزار، الا المداعبات الايه الخشنه دي. قال يا شيخ تضرب فيها شويه وتضرب في السياره شويه وتضرب في روحها شويه لغايه 3-4 ساعات لغايه ما خارت قواها. قال اقتربنا من الايه؟ من مدينه ابيها. قال لها بالله عليك هسألك سؤال، انا عمري كذبت عليكي؟ قالت له لا والله ابدا. قال لها يا شيخ انا لا هتزوج ولا غيره عليك، بس عندي خبر والله، الوالد والدك البقاء لله. قالت له الله يرحمه، بس بالله عليك مش هتتزوج عليا؟ سبحان الله العظيم.